طيب وائل هنا في استاد الاهلي، بيتك بالتاكيد. فكره تخليد الاسماء من خلال درع واسماء بتتكتب على جدران استاد النادي الاهلي. لو قلنا يعني رايك في الفكره الاول، ولو اخترت حد، مش شرط حد على فكره من الناس الرياضيين خالص، يعني ممكن في دايرتك، في قرايبك، حد كان مؤثر معاك جدا، حد انت بتحبه جدا، كان اهلاوي جدا وحبيت ان انت تعمل له درع تخليد او اسم جوه جدران استاد الاهلي، مين؟ طبعا الفكره في الاساس ان انتوا تعملوا البرنامج هنا في استاد الاهلي، دي حاجه مميزه جدا وحاجه كويسه جدا وحاجه بتربطنا كلنا كلاعيبه النادي الاهلي، قدامى او حاليين بالكيان اللي هيتبني والاستاد اللي حلمنا كلنا يكون موجود، وده حلم مشروع لكل واحد اهلاوي موجود في مصر. لو هختار مش هينفع اختار حد واحد. انا يعني في لسته طويله جدا جدا جدا. ابداها بابويا وامي واختي اللي هم يعني كانوا في بداياتي واقفين ورايا وانا ناشئ في النادي الاهلي، ثم بعد كده بقيت لعيب في الفريق الاول. اختار اي حد مثل النادي الاهلي ولو لدقيقه، حقه انه يبقى موجود على جدران النادي الاهلي. اتنين شايف ان هم يعني يستحقوا ان هم يبقوا موجودين على الاستاد او على جدران الاستاد بفونت كبير وبفونت عريض. كابتن ثابت البطل الله يرحمه ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه، لان الاثنين دول يمكن ماتوا وهم بيأدوا عملهم. يعني اي حد تاني منتمي للنادي الاهلي ممكن يكون توفاه الله بصوره طبيعيه وبصوره عاديه، انما الاثنين يموتوا وهم بيأدوا عملهم وهم في وسطنا. اعتقد ده يعني رد الجميل ان احنا يبقوا موجودين بفونت مختلف خالص عن اي حد تاني. شهداء بورسعيد اعتقد لازم يكون ليهم تواجد كبير جدا على الجدران. وزي ما قلت لك كابتن سيد، اي حد مثل النادي الاهلي لمده دقيقه، مش لمده بقى مواسم، لمده دقيقه، اعتقد ان هو يستحق ان هو يبقى موجود على جدران النادي الاهلي.